خد بالك من المعلومة اللي جاية دي عشان المعلومة دي مهمة جدا. سبب من أسباب التعاسة والتوتر والقلق والاكتئاب لدى الكثيرين أنه يضع مسميات خطأ للأحداث والمواقف التي تمر عليه. بسبب هذا المسمى الخطأ بتكون النتيجة في الآخر خطأ. تلاقيها تيجي تقول لك أنا متعلقة وأعاني من ألم التعلق، فتحدث النتيجة إن هي فعلا يحدث لها الألم والوجع والتوتر والقلق والاكتئاب لدى البعض بسبب أنها وضعت المسمى وهو التعلق والألم. تيجي تلاقيه بيقول لك أنا متألم أو عندي ضحيت وما لقيتش أو عندي آلام ومشاعر سلبية بسبب التضحية على ما فيش. ده وضع مسمى خطأ، فبتكون الكونكلوجن أو النتيجة في الآخر غلط، وهذا الأمر هو الذي يؤدي إلى الاكتئاب والتوتر والقلق، وهذا ما يعاني منه الكثيرون في المجتمع الذي نعيشه. ولكن إذا تم وضع مسمى صحيح بتكون النتيجة صحيحة، أن ما تقدمه للآخر هو من أجل الله سبحانه وتعالى، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يبقى أنا لو وضعت مسمى صحيح لكل حدث أو كل موقف بمر بيه بتكون النتيجة راضية أو مرضية ليا في الآخر. كل الشكر والتقدير لحضرتك.